ورجعت لكم في الحلقة الرابعة من كورس لايت موشن. وفي حلقة النهاردة هشرح معاكم أهم الأدوات الموجودة في لايت موشن، والأدوات دي قادرة إنها تغير من شغلك بنسبة 100%. وهشرح معاكم أداة الكاميرا وأداة النول، وفي الفيديو ده هعلمك إزاي تستخدمهم بطريقة احترافية وتعمل مقدمة زي اللي أنا بستخدمها. وعلشان مش هطول عليكم يلا ندخل على الشرح. اول حاجه احنا نقدر نستخدم اداه فارغ اللي هي النول واداه الكاميرا. ممكن نستخدم الكاميرا لوحدها، ممكن نستخدم النول لوحده، ممكن نستخدم الكاميرا والنول مع بعض، وافضل خيار هو الكاميرا والنول. بس انا هشرح التلاته. اول حاجه انا هشرح النول لوحده، هشرح الحركه دي. اول حاجه بعد ما كوننا المشهد ده هنيجي ونضيف فارغ، ونيجي ندوس على الطبقات اللي احنا عايزين نحركها اللي هي دي، وندوس فوق هنا ونضغط فارغ، ونيجي برضو ندوس على دي ونضغط هنا ونضغط فارغ. ورقم 4 هيكون هنا في الجنب كده، في الجنب ده كده، خليه زي ما هو، ونضيفه برضه. وهنحرك من فارغ، هنيجي ندوس كي فريم وكي فريم ونحرك كده لغاية الآخر مثلا، أو لغاية هنا. ونحط الجراف، نختار أي جراف احنا نحبه. وبعدها هنيجي نضيف فارغ تاني، ونضغط على فارغ واحد ونربطها بفارغ اتنين. نضغط هنا، نضغط فارغ اتنين، ونيجي عند فارغ اتنين وندخل هنا وندوس كي فريم ونعدل دي كده. تاني حركة معانا وهي حركة الكاميرا. بس هنضيف كاميرا، هنضغط على زائد أدوات، نختار الكاميرا، ولو جينا هنا دوسنا هنا ودوسنا هنا كده كده احنا شغلنا الكاميرا. وبعدها هنيجي نجيب الكاميرا تحريك والتحويل، ونكبر على المكان اللي احنا هنكون واقفين عنده، مثلا الصورة كده، ونضيف كي فريم. نيجي عند التحريك ونضيف كي فريم، ونقدم شوية وننزل تحت عند دي، ونرجع تاني ونضيف كي فريم في التصغير والتكبير، ونصغر كده، ونحط شكل الجراف اللي احنا نحبه، شكل الجراف برضو. وبس كده، ودي النتيجة. ولو احنا عايزين نضيف حاجة تالتة مثلا، هنضيف صورة زي دي ونخليها تحت لوحدها هنا كده في الكامب ده. وبعدها هنيجي نضيف كي فريم وكي فريم تاني ونحركه عند الصورة. ولو عايزين نكبر عليها برضه هندوس هنا ونكبر عليها كده اهو. ونضيف برضه الجراف اللي احنا نحبه. انا على طول بستخدم شكل الجراف ده. وبس كده، ودي النتيجة. وعندنا في الحركة التالتة وهي النول زائد الكاميرا. هنيجي نضيف كاميرا في الأول، وهنيجي نشغلها نفعلها هي متفعلة. وبعدها هنيجي نضيف نول. وبعد ما نضيف النول هنيجي نربط الكاميرا بالنول كده. ونيجي بقى نضيف الحاجات بتاعتنا، مثلا نضيف دايرة نخليها هنا كده. هنعمل لها مثلا تحريك لقدام، هنضيف كي فريم وكي فريم هنا ونزوم كده، ونضيف الجراف اللي احنا عايزينه. ومثلا هنيجي ونضيف مربع بس هيكون تحت هنا، او نص او اي حاجة هنخليه تحت هنا كده. وبعدها هنيجي قبل ما المربع يظهر هنحط كمان نول، ونربط نول واحد بنول اتنين، ونحرك من نول اتنين كده كده. ونحط كي فريم والجراف، وده هيكون النتيجة. بس هي سريعة شوية، لحظة كده. كده بتكون أسلس معاه. لو احنا مثلا عايزين نيجي ونضيف نص، هنيجي مثلا نضيف نص، اعمل اشتراك بقى، وهنختار برضو الخط واللون وكل حاجة. احنا مثلا عايزين النص يكون الناحية دي كده تحت الناحية دي، أو هنا كده. هنيجي برضو نضيف نول، ونربط نول اتنين بنول تلاتة، ونيجي عند الفارغ تلاتة نضيف كي فريم، ونيجي هنا كده عند الخط ونعملها، ونضيف برضو الجراف. وكده دي النتيجة. بس دي بتكون سلسة أكتر معاك من الكاميرا لوحدها أو النول لوحده.
ولو انت عايز تطلع وتبينهم كلهم مع بعض برضو تضيف نول، وتربط نول 3 بنول 4، وتحرك من نول 4 تضيف كي فريم، وتيجي تضيف كي فريم تاني وتصغر تصغر 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 وتحرك في المكان اللي هم كلهم هيظهروا فيه كده، وتضيف جراف وتزود دول كلهم قدام كده اهو. ودي النتيجة. ثانية نزود الخلفية. دي النتيجة. وبكده نكون خلصنا شرح النهاردة. ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان تشوف باقي السلسلة، وما تنساش تبص على الروابط اللي في الوصف.